تفضل يا عمر. يلا يا عمر تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. رأيت رسول الله في المنام عليه الصلاة والسلام. بس ده يا شيخ متلبك. متلبك ليش من أخوك؟ الرجل ما شاء الله يعني. كنا بالبيت وسمعت الأهل يعني يقولوا رسول الله عنا بالمحل. عنا محل قريب على البيت في 100 متر. محل ليش؟ محل خياطة، خياط يعني. وأنا ورايح الطريق مستعجل فرحان، ومشيت بطيئة بتمسك بأي شيء بس مشان أوصل المحل. ولما وصلت فتت على المحل لقيته جماعة، سلمت وطلعت ما لقيته، قالوا لي برا. لما شفته سلمت عليه وبست ايده صلى الله عليه وسلم، ومشى معي راجعين على البيت. رأيت الرسول بأوصافه ولا رأيت رجلا ما عرفته؟ ليش تتجاهلنا يا شيخ؟ أنا ما أتجاهل أحد، بس عندي 2200 وعندي واحد أسمع يعني أسمع له، أسمع رؤياه وأطاب يعني كيف تبغاني يعني أشمل يعني هذه كلها؟ ما أستطيع أن أخوك. أنا جالس أسمع واحد يسألني عن رؤية وأكتب رموز وأتابع، ما في تجاهل يا أخوك. لا أتجاهل أنا، بس ليش ما تحسنين الظن؟ لماذا ما يكون عندنا إحسان الظن؟ قل ما درى عني، الكتابات سريعة، مشغول. إيش عندها يا أخت حنين هذه بتقول إيش فيك تتجاهلني؟ إيش فيك تتجاهلني؟ نعم تفضلي. أيوة أكمل. هل أنت رأيت الرسول بوصفه ولا فقط نور أو شيء؟ والله رأيته يعني بس نسيان شلون، بس وقت من المنام نسيت شكله. خلاص انتهت الرؤية؟ لا في كمان. طيب يلا تفضل. أنا وياه راجعين على البيت، ماشيين أنا وياه سوا. رأيت مجموعة باركين شباب، صرت أقول يعني هذا رسول الله. كيف باركين يعني؟ إيش معنى باركين؟ يعني قاعدين. تقول قاعدين. أيوة أيوة. حكيت لهم يعني هذا رسول الله، ما ردوا علي. كملت معاه مشيت، سألته يا رسول الله بصير أقول للعالم يعني إنك رسول الله؟ قال لي لا، مشان ما يصير زحمة وهيك. راجعين على البيت، وصلت تحت البيت عند الباب، وصرت قريت يعني آية وخربطت فيها. وش الآية؟ والله نسيتها ما. أيوة. وما صار يدعي لي وحط إصبع وهي السباب التشهد على بطني وصار يدعي. تمام تمام والله سمعان، بس عجل من أخوك. أيوة. حط إصبعه على بطني وصار يدعي لي، وأنا يعني بركت مثل صرت أصيح وهيك يعني. وطلعنا على البيت برك، وجيت برك جنبه على طرف اليسار، قلت له يا رسول الله إنك لعلى خلق عظيم، وخلص الحلم. كم عمرك يا عمر؟ 18. ما شاء الله يا عمر. أنت عندك مشكلة في باطنيتك أو عندك مشكلة في المشي؟ لا بالمشي تمام، كل شيء تمام. والباطنية؟ والله تمام، ما في شيء الحمد لله. في أحد ما دام كذا، في أحد عندكم يراجع علشان أقدامه والباطنية ويراجع في المستشفى وتأخر؟ مثل المفترض أنه يكون يجرى له عملية وتأخروا في إجراء هذه العملية أو إيش؟ إيه والله أبوك إيش عنده مشكلة وتأخروا وجالس تنتظرون عملية جراحية؟ إيه إيش اسمه والله نسيت. وش عنده، في بطنه ولا في أقدامه؟ بطنه. إيه والله سوى عملية وتأخر. ولا تأخرت العملية؟ أيوة تأخر. خلاص، لأنك أنت قلتها أمشي ببطء عشان نعرف الرموز هنا.
أمشي ببطء، هذا ثم قلت محل خياطة، هذه عملية، هذه عملية. فهمت أنا أخوك؟ هذه وتقولين قاعد زحمة، هم جالس يقولون لكم زحمة علشان الزحمة عندكم فين؟ في أي بلد أنت؟ تركيا، سوريا يعني. أيوة قالوا لكم علشان عندنا ضغط. لا بس أبوي تأخر، هو بعد 3 أيام. هذه عملية جراحية تبشر أنها ستجرى. الرسول هنا الذي ظهر لي من هذه الرؤيا، قد يكون ستأتيكم رسالة أو يبلغونكم، الرسول وما على الرسول إلا البلاغ، فقد يبلغونكم على أمر أنه لابد أنه يجري هذه العملية ولا يتأخر، ولأن قلت محل خياطة، يعني بمعنى أنها عملية، بس قل له أنه لا يتأخر في هذه العملية. قبل ساوى وتأخر بها وساوى بس الزايدة يمكن. والآن إيش وضعه؟ لا تمام الحمد لله صارت. متى رأيت هذه الرؤية؟ وقتها ولا الآن؟ لا الآن من شيء أسبوع هو سوام. خلاص هذه الرؤية تخص بعملية لا يتأخر، قد يكون هناك في عملية أو مراجعات تخص هذه العملية محل خياطة، فهمت ولا لا؟ فخله يراجع. الأمر الثاني الذي يظهر لي، أنت ستكون يعني فيك بركة، سوف تكون مباركا، أنت سيكون هناك فيك بركة، أسأل الله أن يجعلك كذلك، والله أعلم وأعلم. يلا يوم الحمد لله. بس سؤال يعني مو رؤية بس يعني سؤال. الحمد لله أنا يعني بعيلتي الحمد لله ملتزم بالصلاة، بس هيك يعني أوقات بذنب وبتوب يعني الحمد لله. بس كلنا ونخوك، كل بني آدم خطأ، لا أنت ستكون مباركا، أسأل الله كذلك. وأيضا شوف فيه قد الوالد عنده شيء يسأل، أقول هل أنت مفترض أنك تراجع المستشفى عشان هذه العملية أو هذه الجراحة؟ ولا لا تتأخر، هذه الرؤية تحذر، والله أعلم. شيء آخر شيء إنك يا رسول الله لذو خلق عظيم، قلت له يا هبل ما في إنك يا رسول الله لذو خلق عظيم. نعم الذي يبقى فيه، والله أعلم. أنت سوف تكون مبارك في خلقك، أنت تكون فيك بركة في أخلاقك، في تعاملك، في والله أعلم. نعم جزاك الله. يلا يا جماعة. طيب يلا.